السلام عليكم. متابعين قناتي على اليوتيوب، قناة دكتورة ثناء الشمري. اليوم نعزي نفسنا ونعزي جميع العراقيين من الشرفاء والأبناء الوطن في الداخل والخارج بوفاة الشاعر الشعبي المبدع كريم العراقي. نقول الله يرحمه وإن شاء الله مثواه الجنة. وأيضا الفنان المطرب العراقي ذات الصوت الشجي الأستاذ ياس خضر، الله يرحمه إن شاء الله مثواه الجنة. وطبعا حدثين خلال 24 ساعة، يعني وفاة قمتين هم يعني مثلوا حقبة من حقب العراق. الله يرحمهم وإن شاء الله يبقون خالدين الذكر في أعمالهم الفنية والإبداعية. فصار لغط وصار كلام وحديث، وأني اليوم من خلال قناتي حبيت أوضح بعض اللي دار وديدور بهاي الأوساط. فالكثير من الفنانين والناس أيضا كان عتب على الفنان القيصر كاظم الساهر، الفنان المطرب كاظم الساهر، بسبب عدم حضوره إلى تشييع جثمان الشاعر المبدع كريم العراقي الله يرحمه. فهذا كان يعني حديث السوشيال ميديا. الانتقادات اللي وجهت للقيصر انتقادات كثيرة، وأغلبها يعني غير موضوعية بالنسبة أنا وجهة نظري، بأنه هذا الإنسان كاظم الساهر قبل ما يكون فنان هو إنسان عراقي ابن بلدنا. وطبعا مثل الأغنية العراقية خير تمثيل، ورفع يعني اسم العراق في البلدان العربية والعالمية. فإحنا يعني المفروض يعني ما نحكم على الناس ولا نحكم على الشخص يعني بدون ما نفهم الأسباب. ممكن هناك أسباب يعني تعجيزية ما يقدر يحضر للمكان التشييع أو الفاتحة. فهذا مو فد شيء يعني راح يقلل من حب هذا الفنان المبدع للشاعر اللي هو كتب له أكثر من 70 قصيدة وأغنية. فهذا الشيء يعني المفروض إحنا يعني أنا لاحظت أكو فد هجمة على الفنان كاظم الساهر، وحابة يعني أنطي رأيي وأنوه لهذا الموضوع. يا أخوان، يا مبدعين، يا فنانين، يا ناسنا العراقيين الطيبين، إحنا يعني ما نريد يعني واحد ينتقد الآخر، واحد يقلل من شأن الآخر، وخاصة فنان الكبير كاظم الساهر. إحنا نفتخر بأنه عندنا مثل القيصر كاظم الساهر. هذا فنان مثل ويمثل اسم العراق، ودائما في المحافل العالمية والدولية. فالمفروض إحنا يعني دائما ننطي الأعذار لابن بلدنا وفناننا المبدع. وأرجو أن يعني دائما الأحكام لا تطلق على الناس جزافا. يجب التأني ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء كل سبب. فمن نعرف السبب يطل العجب. فأرجو أن يكون الموضوع هذا
الحساس، بأنه يعني مفهوم واضح للأخوة والناس اللي انتقدوا الفنان كاظم الساهر، يعني يراجعون نفسهم وياخذون بنظر الاعتبار. كل واحد عنده ظرفه الخاص ويحتم عليه هو يعني شلون يتصرف. وإن شاء الله هذه يكون آخر الأحزان على الشعب العراقي. فقدنا بخلال 24 ساعة عمودين من أعمدة الثقافة العراقية. شكرا لكم، وربي يحفظ كل شعبنا العراقي الأصيل.